في وقت كانت فيه الأمة الإسلامية متفرقة والفرنجة مسيطرين على بلاد الشام، ظهر فارس مختلف، مش بس حاكم لكن مشروع نهضة كاملة اسمه نور الدين محمود بن زنكي، واللي الناس سموه الملك العادل. اتولد سنة 1118 ميلاديا في حلب. والده عماد الدين زنكي كان قائد قوي بيحارب الصليبيين، لكن نور الدين ورث منه مش بس السيف، ورث منه كمان الفكرة إن الأمة ما ترجعش قوية إلا بوحدتها. ولما توفى والده نور الدين كان لسه شاب، لكن حمل الراية وكان قدها. نور الدين ما كانش زعيم عادي يقعد في القصور، كان بينزل بنفسه يقود المعارك. في معركة حارم سنة 1164 الصليبيين جم بجيش كبير، نور الدين واجههم، والنتيجة آلاف الأسرى وقعوا في إيديه ومنهم أمراء كبار، وده كان انتصار قلب الموازين. بس قوة نور الدين ما كانتش في السيف بس، هو اهتم بالعدل وبنى المدارس والمساجد واهتم بالعلم والعلماء. كان عنده حلم واضح، تحرير القدس، لكنه كان شايف إن الحلم ده محتاج إعداد طويل، توحيد الصفوف، نشر العدل، وتربية جيل جديد يشيل الرسالة. هنا بقى أهم نقطة، نور الدين كان هو الممهد لصلاح الدين الأيوبي لما أسند لأسد الدين شريكوه قيادة جيش لمصر. صلاح الدين كان معاه، وبعد سلسلة معارك صلاح الدين استقر في مصر، ومع الوقت بقى القائد اللي هيكمل مشروع نور الدين بعد وفاته. يعني ببساطة لو ما كانش فيه نور الدين ما كانش فيه صلاح الدين زي ما نعرفه. نور الدين كان مختلف عن حكام عصره، كان بينام على الأرض وما كانش بيلبس غير لبس بسيط رغم إنه سلطان. كان معروف إن بيخاف من ربنا في كل قراراته، لدرجة إن المؤرخين قالوا كان أعدى الملوك زمان. اتوفى نور الدين سنة 1174 ميلاديا وعنده 56 سنة. اتوفى وهو بيحضر لغزو القدس وتحريرها، لكن إرثه ما ماتش. صلاح الدين كمل الطريق، وبعد أقل من 15 سنة اتحققت الرؤية اللي بدأها نور الدين واتحررت القدس. نور الدين زنكي ما خدش الشهرة اللي خدها صلاح الدين، لكن من غيره الطريق ما كانش هيكمل. هو كان المهندس اللي خطط للمجد، وصلاح الدين كان المنفذ اللي أتم البناء. وده يخلينا نسأل، كام شخصية في التاريخ اشتغلت في صمت عشان حد بعدها يحصد المجد؟